الأستاذ رشيد بوبكري، أخصائي في علم الاجتماع والتنمية البشرية وتطوير الذات، حاضر معنا لكي يعطينا بعض التوصيات حول طريقة التعامل مع الأبناء بالأخص خلال سن المراهقة. إيمان، وحاضر معنا الأستاذ رشيد بوبكري. صباح الخير. صباح النور خويا. نورتنا صباح الخير بحضورك. أستاذ، أهلا صباح النور وسهلا، بالجميع. مرحبا بك. مشكلة ترهق الكثيرين بالأخص الأمهات لما يعلو صوت الأبناء على صوت الآباء الأولياء. وش هو السبب اللي يخلي هذه الظاهرة منتشرة داخل البيوت والمنازل بالأخص في سن المراهقة؟ خلينا في البدايه نتحدثوا على امر مهم جدا، وهو قضيه التواصل الاسري. واحده من اهم الاشكاليات الاسريه الان هو عدم قدره الاسره على التواصل في المناسبه بشكل جيد. التواصل بشكل جيد هو اللي يعطي القدره على التفاهم، ويعطي على كيفيه شرح ما نريد ان نوصله للاخر بطريقه جيده. السبب الاول، اول سبب في رفع الاصوات على رفع اصوات الابناء هو رفع صوت الاباء. بالعكس، لان القدوه إذا كان الطفل يبدأ يفهم حاجة، يفهم بأن الطريقة الأساسية والوحيدة لإيصال المعلومات ولا التواصل مع الآخرين هو رفع الصوت. هذا إذا كان في الصغر، ومن بعد يولف، تولي من بعد عادة، ومن بعد العادة، ومن بعد كي يكبر راح ندخلوا في عادة أخرى، ندخلوا حتى عصيان عقوق الوالدين، ندخلوا يعني تدخل أسباب أخرى. لكن إذا كان تكلمنا عليها في المراحل الأولى تاع الطفولة حتى مرحلة ما بعد المراهقة، فهنا نكونوا حنايا اللي ربينا الطفل هذا على السرور. لكن الطفل الذي يتربى في بيئة هادئة وفي بيئة مستقرة وفي بيئة أكثر هدوء تتفاعل مع بعضها بالكلام بالإقناع، راح يتربى على خلينا المشاكل العضوية، لأنه كاين بعض الأطفال اللي عندهم مشاكل في السمع ربما. نعم، يولوا نعم، يزيدوا نعم في صوتهم ويعيطوا، يهضروا بالعياط. الأولياء الآن أنهم كيصفوا بعض الانحرافات السلوكية على أبنائهم، مش فقط يعتبروها انحراف سلوكي، قد تكون عندها أسباب عضوية، وبالتالي لابد أننا ننتبه ذلك. احنا دائما في دورتنا في تربيه المراهقين نتكلموا ونقولوا ان عاده رفع صوت المراهق، فتره المراهقه هي فتره تكوين، ان الطفل هنا ولا الانسان عموما يتكون من كل النواحي، من النواحي العضويه، من الناحيه النفسيه، من الناحيه الجنسيه، من الناحيه العاطفيه، من الناحيه السلوكيه المهاريه، فهي مرحله التكوين الاساسيه يتكون فيها الانسان. يحب البروز ايضا. وبالتالي نعم، وبالتالي تبقى تزيد بعض الاشياء. صوته كان رقيق مثلا، وهو كبر وصوته خشان، اللاوعي نتاعو يكون مازال ما توازنش بين الصوت القديم والصوت الجديد، وبالتالي يبقى احيانا كيشغل واحد او يسوق ومن بعد يطيح يحط رجله بسرعه فتافونسي السياره ولا بشكل اسرع، وبالتالي كيما نقولوا هذا في الصوت، نقولوا هذا في زياده العضلات مثلا او شد الكاس. لذلك المراهقين يكثر عندهم سقوط الاشياء، يكثر عندهم رفع الاصوات، يكثر عندهم النرفزه، لانه ما يعرفش كيفاش يتعامل مع الانفعالات نتاعو. وبالتالي هنا لا بد على الاولياء ان يعرفوا مثل هذه المفاهيم حتى يقدروا يستطيعوا يتفاعلوا معها. اخرى نعم. سمحي لي، لما يكون الانسان في حاله غضب ونرفزه ما يوليش يسمع، يولي يهضر برك، يحكي برك. نعم. بالتالي عدم السماع هو اللي كانه واحد حاط سماعه على اذنيه، يبدا يهضر بصوت مرتفع وصوت عالي. واذا احنا دائما نقولوا اذا كان وقعت مشكله وترفعت الاصوات وقع الغضب لازم توقفوا. اوكي. نهائيا مباشره. تقلبي في الثلاجه لازم. نعم، دع اعصابك في الثلاجه. اعصابك في الثلاجه. لكن استاذ، وقتاش ندقوا ناقوس الخطر؟ وقتاش نشوفوا انه هذا الابن خلاص تمرد، يعني دخل تقريبا في الوقاحه انك ترفع صوتك على والديك؟ طيب هنا وقتاش ندخلوا في الخطر؟ في حاله يتكرر الامر مرات عديده ولا يكون متعمد احيانا، او نوصل الى اكثر من الصوت، معناها نوصل للضرب، نوصل تولي نرفزه مرضيه ولا يولي غضب مرضي، ويكون عنده مرض لازم له علاج نفسي ولا لازم له متابعه ولا استشاره نفسيه حتى يكون. فلذلك اذا كان تخطى الطفل حدوده، اصبح تخطى حدود الاحترام، تخطى حدود التقدير، وتخطى حدود العلاقه الابويه، لان احنا دائما لابد العلاقه مهما تكون العلاقه ابويه لا من الناحيه الشرعيه ولا من الناحيه الاجتماعيه عندها حدود لابد ان تتوقف. وبذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول انت ومالك لابيك، فجاء واحد قال له يا رسول الله ان ابي اخذ مالي، فقال انت ومالك لابيك. وبالتالي الان اذا تخطينا حدود الاحترام واذا تخطينا حدود التقدير واذا تخطينا حدود النقاش العام، ممكن يكون ولا توجيه الاوامر المباشره للاولياء، نوض دير نوض كذا. فهنا لابد ان ندق ناقوس الخطر، ولابد هنا على الولي ان يستعيد السلطه الابويه في المرحله الاولى، نقول مرحله 7 سنين 8 سنين 12 سنه حتى ما بعد المراهقه شويه. هنا لابد ان نستعيد السلطه الابويه.
دوك إلا كبر الوالد وفتنا كيف العشي. يمكن ان يستعيدها أستاذ؟ خلينا نجاوب على السؤال بعد ما نشوفوا هذا الصبر للآراء. في صبر للآراء. نشوفوا رأي المواطن الجزائري حول هذا الموضوع بقراءة ومرافقة من ميكروفون زميلنا محمد موفق أظن. تفضل. الخلل في الاولياء، ما علموش لاولادهم يحترموهم اول حاجه، وثاني حاجه احنا ما عندناش ديالوج مع اولادنا، نحبوا توجور نعاقبوهم قبل ما نفهموهم، كي دابا الطفل فهموا ومن بعد عاقبوا، هذا هو الخلل وين راهو. قال لك من شب على شيء شاب عليه، هذه هي. لازم يحترموا والديهم خويا من الاخر، لازم تحترم والديك، بلا والديك بلا رضاية الوالدين ما دير والو في هذه الدنيا هكذا. تما شكون با في حياتك، كل با في حياتك، كون ما يرضاش عليك والديك ما دير والو، تما لازم تطيحهم. هذه كاع لي بارون تاعهم، هذه ليديكاسيون، هذه تربانيه. كون ربى وليدو كي كان صغير ما يصراش ما يسبوش وما يعايروش، فهمتني؟ التربانيه تاع لي بارون هذه نورمالمون كي يكون صغير يربيه قال ما والله يططق عينيه فيه الاخر يزيرو. هذه لي بارون ما كان حتى واحد. ليديكاسيون والتربانيه سي لي بارون خويا. اول ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قرب الساعه الولد يسب وليده والولد يسب باباه، الوالدين عندهم تانيق مسؤوليه كبيره، سب الاب يرفع صوته على وليده. اللي ديباساو لي ليميت لي بارون يعاودوا يشوفوا ولادهم فاش راهم مقصرين معاهم. المراهق هذا واش خلاه يولي هكا مع والديه؟ اسكي يسمعوا له كي كانوا في حقهم؟ اسكي كانوا معاه يعني كي كان في المراهقه نتاعو؟ فهمت؟ دونك ان انفون يفو تعطي له حقه باش هو في الكبر يعطيك حقك. شوف اخي العزيز، الحاجه الاولى في القران قال لك ولا تقل لهم اف، تما اف كي قلت ليها راك درت ذنب عظيم، راك فاهم؟ تما الحاجه هذه تاع اللي طلع صوتك على يماك ولا على باباك، تما هذه لازم تنساها، هذه لازم تنساها، لازم ما تكونش في القاموس ديالك، بس لو كان تكون في القاموس ديالك سي تقدر انت ما راكش راجل. لو كان زعما نقولوا وحده خاطبها ولا وحده راك داير معاها رونديفو تعيط عليها هكاك، ما تعيطش عليها هكاك، تخاف تقول لك كاش ما تسمح فيكم من هنايا، بس ما تخافش تسمح الرضا تاع يماك، ما تخافش الجنه ما تشوفهاش، ما تخافش باللي الجنه تحت رجلين يماك، باباك جابك للدنيا ويماك وراتها لك، راك فاهم؟ تما انت بلا باباك ويماك ما تكونش. اختلفت الآراء صح؟ يعني صراحة فيه من يحمل الآباء المسؤولية والأولياء، وفيه أنه يقول لك ما فيهش مبرر أن الطفل يرفع صوته على والديه. يعني هو نرجع للفكره الاوليه انطلقنا منها اللي هو السبب الرئيسي هو الاولياء، لان الولي هو اللي عنده السلطه الاساسيه ولا البدايه، قادر في الابن تاعو في السنوات خاصه في السبع سنوات الاولى قادر يربي ولده على قواعد معينه، على قواعد الاحترام، على قواعد التقدير، على قواعد الحوار الهادي، على قواعد انه يعرف كيفاش يلبي له الاحتياجات نتاعو، كيفاش يلبي له الرغبات نتاعو. فعندما نحسن التواصل مع الاطفال انا لا اعتقد ان هذا الطفل راح يتعدى الحدود، فاذا كانت اللهم اذا تعدى راح يتعداها بعد ما يكبر وتم يولي عقوق وراح يحاسب هو كل المحاسبه. في مرحله الطفوله اذا كان لقى الطفل احتياجاته ملبات بطريقه منصفه، علاقته مع والديه علاقه جيده، بالاخص الام هي اللي تفشش ولدها بالزياده، والام هي اللي تعاني من مشكل يعني رفع صوت الابن على صوتها. الاب يقدر يسيطر احيانا، لكن انه الام تمتص غضب يعني. غضب وتمتص هو كاين الاثنين، كاين الاثنين. انا استقبلت الكثير من الاستشارات في هذا المجال. كاين الام تقول لك انا نحب ننظم، نحب نزوم، والاب يفش يكسر لي كامل كل شيء يخليه، وبالتالي كاين اباء يفشوا اولادهم لاقصى درجه، وكاين امهات بذلك، لكن عاده الام تكون هي الواجهه يعني يتبع الدراسه، هي اللي يعني من الصغر حتى يكبر هي الواجهه الاساسيه، وبالتالي احيانا تلقى الامهات هما اللي راهم في حرج كبير في قضيه التواصل، ولا هما اللي ياخذوا نصيبهم اكثر من الردود ورفع الاصوات اللي راح تكون، خاصه اذا كان الطفل ما ترباش تربيه دينيه مرتبه. وازع ديني مهم، وازع ديني مهم جدا، لان هذا الامر ما نقدروش نخرجوا على الوازع الديني، الوازع الديني اساسي في هذا الامر، هو اللي يعطي للطفل حينئذ واللي يعرف يولي يحترم ويولي يدير في الامر طاعه لله عز وجل، ماشي لاي احد بغض النظر عن والديه، فهو يعمل هذا طاعه لله سبحانه وتعالى.
الامر الثاني هو العلاقه الاسريه في حد ذاتها كيفاش راهي ماشيه. اذا كان العلاقه فيها شحنه دائما نحلوا مشاكلنا بالعياط، الزوجه والزوجه ولا الاب والام بيناتهم دائما الصراع بيناتهم، الاخوه الكبار نفس الشيء، العائله الصغيره والعائله الكبيره نفس الشيء، دائما صراع. فهنا الطفل مش راح يتعلم حاجه واحده اخرى. ما يكون داخل الاسره في التواصلات وفي النقاشات هو الذي سيتربى عليه الطفل، وهو الذي سيكون سلوك بالنسبه له. لان كان عندنا قاعده دائما في السلوك الانساني ان السلوك الانساني يتعلم عن طريق المحاكاه. وش معنى المحاكاه؟ يرى ما يفعله الاخرون الذين يتاثر بهم ثم يقوم بنفس الفعل الذي يقوم به، خاصه اذا كان هذا يقوم امام الاصغر كما الاطفال الصغار يقوم امامهم صراع دائم بيناتهم. فما درناش في اللاوعي تاعهم ولا في مخزونهم اللغوي، ما عطيناش لغه مهذبه، ما عطيناش لغه تواصليه جيده ايجابيه وهكذا. فاللغه المخزنه عندهم هي لغه تاع رزقه تاع عياط تاع سب تاع شتم، وبالتالي ولذلك اذكر هنا قصه السيد عمر رضي الله تعالى عنه انه جاء رجل قال: يا امير المؤمنين ان ابني هذا ضربني. فتوجه الامير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه الى الطفل فقال: لماذا ضربت اباك؟ فقال له: قبل أن تسألني يا أمير المؤمنين فاسأل أبي هذا من أين جاء بأمي وأين وضعني منذ صغرني. فسأله فلقى أمه اختارها هكذا أي أمه خلاص. وأما عن وجودي هل درسني هل علمني فماذا فعلت؟ قال: منذ أن كبرت أو وعيت وأنا مع بقرات أربيهن. فقال: لعله حسبك بقرات من بقراته وضربك. هذا على حسبك، أنت ما علمته ما أدبته ما وصلت للسلوك الذي ينبغي عليه. ولذلك أنا دائما أقول في كثير من الدورات التي نقيمها في مجال تربية الأبناء أن المسؤولية على الأولياء كبيرة جدا. صحيح الآن تنوع التلقي عند الطفل من عدة جهات إعلامية، مواقع التواصل الاجتماعي، رسوم متحركة، هذه كلها يتلقى الطفل من أشياء، لكن تبقى مسؤولية الأب والأم مسؤولية كبيرة. ومسؤولية التربية هي مسؤولية تشاركية بين الاثنين، ماهيش ملقاة فقط على الأم أو الأب. بعض الآباء أولادك يقول لها أولادك وكأنهم هم مش ولاده أصلا، ما عندهم حتى علاقة به والعكس. وبالتالي العلاقة ينبغي أن تكون علاقة تشاركية. أمر آخر اللي ما يقلل من هذا الأمر هو النزاعات التي تكون بين الكبار معقولة. يعني من الطبيعي أن يكون هناك خلاف أسري، نوع من لكن ليس أمام الأطفال. نقاشات نعم، لكن ليس أمام الأطفال. هذه الفكره اللي حبيت نوصلها. كان نقاش بين الاب والام، اخذوا نقعدوا معكم في البيت تاعكم وتكلموا بهدوء وخرجوا على راي واحد. من اخطر الاشياء التي تكون في قضيه التربيه هو اختلاف الاراء بين الاب يقول حاجه والام تقول حاجه. والاطفال اذكياء، فهو راح يدير كلعبه حينئذ، ويلبي الرغبات تاعو ويلبي الحاجات تاعو كما يريد، وما لباليش هذا يلبي لي هذا، وبالطريقه اخرى يتلاعب بها. توصيات استاذ التي يمكن ان نفيد من خلالها المشاهدين في نفس السياق لطفي كنت قبل قليل طرحت عليه السؤال كيفية استعادة السلطة. صح عادة صح. في السياسة صعب جدا أنك تستعيد السلطة بعد انقلاب، ففي الأسرة هل سهل أنك تعاود تستعيد السلطة؟ هو سهل وصعب في نفس الوقت، يعني شبيه بالسياسة. هي نوع من السياسة نقوم بها في داخل الأسرة. نعم. وبالتالي استعادة السلطة ينبغي أن تكون أول شيء لابد أن يراجع الولي نفسه، يقعد بينه وبين نفسه أين أخطأت وأين أصبت في عمليه التربيه. لان قل ما نقوم كاولياء بهذا الامر، لازم نقعد بيني وبين نفسي الان انا ولدي الان في انحراف سلوكي، مش فقط غير رفع الاصوات، اي انحراف واحد اخر. انا نجلس بيني وبين نفسي ونسال نفسي الان اين اخطات واين اصبت، وش هي الاخطاء اللي ارتكبتها حتى اوصل وليدي لهذا المرحله. استسمحك استاذ نحتفظ بالفكره. نعم. نديو اتصال هاتفي مع بعض. طيب. نقولوا الو صباح الخير. الو صباح الخير لطفي. يا اهلا وسهلا، مرحبا بك. بك يعيشك. صباح الخير ايمان. اهلا وسهلا، مرحبا سيدتي. نتعرفوا عليك؟ يسلمك. ام لؤيمه قسنطينه. مرحبا بك، ما عليكمش؟ لا باس يعيشك، ما لا باس. الحمد لله. تفضلي بسؤالك الاستاذ. الاستاذ فيما يخص يعني السؤال اللي طرحته عندما يعلو صوت الاباء على صوت الابناء. عندي الابن تاعي عمره 6 سنوات. انا ام يعني متعصبه جدا. يعني خاف مني وياخذ الراي، وشنو كي يدخل الاب يعني للبيت يعود ياخذ لي في الهضره، يعلو يعني كما نقولوا احنا الصوت تاعو يعلو. اي حبيت نعالج المشكله، وانا ام يعني عصبيه، وشنو الابن تاعي كما نقولوا حنايا هو يخاف مني، ولكن يعني يحترم مني وما يردليش الهضره، غير كي يدخل الاب تاعو برك للمنزل يلقى طفل يرد لي الهضره يعني ويعلو الصوت تاعو عليا. ولا الوالد الزوج تاعك يخليه يعني
كيفاش ايه يتصرف؟ ساعه ساعه كيما نقولوا حنا يمشي له في الخط، ساعه ساعه يمشي له في الخط. ايه ما عندكش شغل سؤال يقول لك اخر زعما تجاوبها؟ خليه زعما يقول لك خليه يحسبني باللي راه هو وكبر لك غير الخير ان شاء الله. شكرا على اتصالك. بقيت تابعت في الاستاذ رشيد راح يمد لك النصيحه. شكرا لك. شكرا. شكرا لك. طيب نفس الفكره اللي كنا فيها، يعني نفس الفكره اللي كنا فيها، وهي قضيه التوافق بين الاب والام في عمليه التربيه. الطفل واش يصرى هنايا؟ هو مش قادر لك الان مسيطر عليه في كل شيء، عنده منطقه الامال اللي موجود فيها، فكيجي الاب يرجع كامل واش درتي له في طوال النهار. وهذه اشكاليه ما نقدروش نفهموها عن الاولياء. لذلك احنا نقولوا لهذه الام اولا لازم تنقصي من عصبيتك. التربيه بالعصبيه عمرها ما تجيب نتائج جيده ولا تجيب نتائج صح. قد يسمع وهذا هذه النتيجه، يعني يسمع لك في الوقت العصبيه، لكن بمجرد انه يكون عنده القدره على مخالفه الاوامر سيكسر كل القواعد الموجوده. وبالتالي نمشيو لحاله نسموها الاقناع، نسموها الان تكثر الكثير من الدورات ما يسمى بالتربيه الايجابيه التي او التربيه بين الحزم والعطف. هذا من الاشياء الاساسيه اللي ممكن نتكلم معناها. مش كي نقولوا التربيه الايجابيه مش معناها انك كاب ولا كأم تطلق روحك نهائيا وما عندكش لا تحاسب هذا الطفل على اي شيء، وانما ان يكون هناك الحزم الحزم بالعقاب، الحزم والعاطفه بحد الوقت يكون يعني تكون حازم وعاطوف في نفس الوقت، يعني تعرف كيفاش توازن بين الامرين حتى تكون العلاقه علاقه اسريه. يقدر يكون حل لعقاب الطفل بحرمانه من بعض الامور ربما اللي متعود عليها. يمكن يكون حل لكن ماشي في الامور الاساسيه التي يحتاجها الطفل الاساسيه. احتياجات الطفل الاساسيه واش هي؟ النوم، الاكل، اللعب. هذو خاصه كما هي 4 سنوات 3 حوايج اساسيه للطفل، هذا ما لازمش يكون فيهم عقاب. الاكل والنوم واللعب، هذو 3 أشياء أساسية. نعاقب بالأشياء الثانوية. قال مثلا رسوم متحركة ما تشوفهاش مثلا، أو تشوف في وقت معين ولا تروح ترقد بكري، ترقد مثلا على 8 تروح ترقد على 7. ويعني يكون العقاب في صالح الطفل، يعني نديروا عقاب في الشيء اللي نسحبوه في العقاب فيعطينا نتيجة من بعد إيجابية. ولذلك ممكن ندرجوها هذا من النصائح اللي كنا نتكلموا فيها. دائما نعطوا حاجة اسمها برنامج تعديل السلوك، لأن الآن من الامور الاساسيه لازم نركزوا عليها في تربيه الابناء، لازم يعرف الاولياء كيف يعدل سلوك اطفالهم مش يعاقب، لان العقاب احيانا ما يجيبش نتيجه. قبل ذلك ما يستوجبش تعديل سلوكنا احنا كاباء وأولياء. نعم. بالاخص تنظيم العلاقات بين الزوج والزوجه. نعم. يعني على حسب المتصله ما فيش اتفاق وتفاهم. نعم. ما كاينش بينها وبين زوجها في طريقه التربيه. خاصه في الله. ولذلك انا قلت على الاولياء الان كي نشوف ولدي عنده انحراف قبل ما نوقع في انهيار ولا نوقع في نروح نعاقب مباشره، نريح بيني وبين نفسي اين اخطات واين اصبت. فهذاك الجلوس ومليح الجلوس هذا يكون بين الاولياء. اي نقعدوا ولدنا راه الان راه في خطر، نروح نقعدوا واش نديروا، واش هي الاساسيه اللي لازم نديروها حتى نستطيع اننا نعدلوا من سلوكاتنا. ولذلك اقول تعديل السلوك ولا في التربيه الايجابيه ما يمشيش امام العقاب، يمشي في سحب المميزات. واش هي الاشياء المميزه ولا الاشياء اللي يتبعها الطفل. نعم. الاشياء اللي عنده يفضلها. نعم. سحب الاشياء المفضله عنده. فهذا كيكون اسلوب واستعملته مع الكثير من الاولياء اللي جاوا في الاستشارات وجابت الكثير من النتائج. انك عوض انك تعاقب نحي الاشياء المفضله. نعم. عندك شو الشيء المفضل عندنا؟ نعم. هو المكالمات الهاتفيه. نعم. نقولوا الو صباح الخير. ان شاء الله. يا اهلا وسهلا صباح الخير. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وشاك اخ لطفي لاباس؟ لاباس الحمد لله. انا وايمان والاستاذ رشيد رانا هايلين. الحمد لله. انت ان شاء الله تكوني بخير. الحمد لله يا رب. الحمد لله. نتعرفوا عليك؟ الاخت سميره من قليعه. مرحبا بك وكل الناس احبابنا هنا من قليعه. تفضلي بسؤالك الاستاذ. يسلمك. او معك. اخي انا سلام استاذ وشاك لاباس؟ الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. الحمد لله. استاذ حبيت نستشيرك في امر. انا عندي الابن تاعي راه في سن المراهقه. كان شوفه بيقرا السنه يسمى نقولوا بيع ما يجوز. كاترياماني. بصح واش نقول لك يا استاذ، راني في واحد الحاله واحد الامر لا اله الا الله محمد رسول الله منه. يعيط عليا بزاف. تبدل تغير تماما. شوف بروميير اني دوزيام اني تخوازيام اني ميم في الدراسه تاعو تغير. وانسان مصلي ما شاء الله، راني مواظبت له على صلاته على قرانه يوميا استاذ يوميا. نفس المشكل مشكل عاوصاني من البروميي تريمستر حتى لهذا. راني خايفه خاصه على الدراسه. دايرت له لي كور، دايرت له جاب لي معدل كارثي. العياط الهضره اللي راني عندي مشكل فيها.
اللي هو راكو طارحين انتم اليوم يسمى الموضوع راهو قول على وليدي يسمى. قولي لنا شحال عندك اطفال؟ عندي 3 أطفال. الله يبارك. عندي واحد سنة 3 ابتدائي ما شاء الله عليه، واحد سنة 5 ما شاء الله يسمى، وناني خايفة إلا يزيد كما قال يعندوه يولوا يعندوه. يعطيك الصحة الأخ. باسكو على دوكا الكبير يسمى هو راه يمشي فيهم. انا نقول له كي تصلي انت هما يصلوا، كي تاخذ لي رايي هما ياخذوا الراي، كلش يروحوا معاك انت يسمى انت الجيد تاعهم. والاب نتاعو وراه الاب تغير تماما. كان سؤال؟ نعم. الاب نتاعو وراه. الاب نتاعو حاضر، الاب نتاعو على بالك تعبنا ولا غير تعبنا، يضل يهدر معاه. يعيط على باباه ولا غير عليك انت؟ لا غير عليا. ومن بعد يقول لي زعما انا نقول لي اتصلي به زعما على الاب تاعو، يقول لي روحي قولي له، روحي قول، وانا زعما ما نحبش نلحق للاب، نقول له علاه هو يتعب ويخدم وراهو يتعب على جالك وراه شوف شنو يدير لك. ما تبدل تماما. كنت تخبي على الاب كيدير سلوكات؟ لا الكونتخير، هو علاش دوكا راهو مني يقول لي علاش كل حاجه تلحقيها له، علاش كل شيء يلحق في اذن ابي، علاش تقولي له؟ نقول له بصح لازم يسمع، لازم نقول له باللي راك هكذا وراك هكذا. ما وهل التعامل تاع الاب قاسي شويه؟ شويه في اسئله اخرى استاذ؟ احد سمع الاجابه؟ شكرا. ربي يطمن قلبك ان شاء الله. غير الخير. شكرا لك. شكرا. هو اشكاليه مرحله المراهقه دائما يوقع فيها الاشياء، دائما في السنه الرابعه، سنه ثالثه متوسط، سنه رابعه متوسط، حتى سنه اولى ثانوي توقع هذه الصراعات، يكونوا الاطفال ماشيين في ريتم معين، وهنا تبدا التغيرات. نقول قبل تغيرات المراهقه لها اثر كبير جدا، وهذا الاثر اللي تغيير في الصوت، تغيير في السلوك، تغيير في العواطف، تغيير في المشاعر، تغيير في التفكير، في كل التغييرات. كاين بعض الاولياء اللي ما يتقبلوش ذاك التغير اللي موجود، تقبل مازالك صغير ما تعرف والو، ولكن هنا لازمنا نتعاملوا مع المراهقه بشيء من الحكمه ان صح التعبير. الاهتمام. نعم شيء من الاهتمام، وقد يكون هنا يقول انا موجود، انا موجود، وقد يكون الله اعلم من المشاكل التي خلاه يدير مشاكل هو اهتمامها بالاطفال الصغار واهماله هو بحكم انه خلاص انه كبر ولا غير، وبالتالي يشوف الاطفال الصغار اللي تحته هما الاولى، داو كلش، داو المساحه كامل، وبالتالي ما بقاتش مساحه، فكانه يفرض نفسه بالمساحه عن طريق السلوكات الخاطئه التي يقوم فيها. ولذلك انا ايش ننصح الام هذه؟ مليح اننا دائما في عمليه التربيه نجلس نقعدوا، انت والاب لازم يفهم الطفل بان مسؤوليه التربيه ماشي غير عليك فقط، وانما عليك وعلى الاب نتاعو، الاثنين انا مسؤولين عليك، ولا بد اننا نصلح من سلوكاتك. فنديروا جلسه، نقعدوا جلسه تكون جلسه هادئه، هذيك الجلسه الهادئه نناقشوا فيها الامر اللي نحب نناقشوا. قد تكون هذا مشكله الصراخ ولا رفع الصوت نتاعو في البيت، ونبين له هذا من الناحيه الشرعيه بانه خاصه يقرا قران وكذا كذا يحيث يوصل المفهوم بشكل جيد، وفي نفس الوقت نحاول نمدوا اجراءات التعامل، يعني ما كيفيه التعامل او كيفيه التعامل مع الاولياء. اذا ما قدرناش نديروا هذه الحاله نمشيو لحاله يسموها الطرف الثالث. شكون هو الطرف الثالث؟ في العائله، في خالاته، في عماته، في العائله. نحاولوا ما نخرجش من العائله بقدر الامكان، الا اذا ما وجدناش نهائيا، باش ما يوليش خروج السر ونزيدوا نفاقموا الوضع اكثر. فنشوفوا الطرف الثالث اللي يقدر يحكمه ويحاول انه يفهمه، ولازم هي تتفهم بان ابنها راهو في مرحله مراهقه، وهذه المرحله لازم لها شويه تقبل. استاذ رشيد كانت اشرت الى نقطه، كيفاش تتعامل الام بالاخص لما تشوف تصرف او سلوك لا يليق من قبل الابن، تحكي امامه مع الوالد ولا في غيابه تحكي للوالد؟ لانه الوالد لما تحكي له الام يقوم بتصرف مباشره، يروح يحاول انه يعاقب. لذلك انا قلت الجلسه اللي نقعدوها لازم نخرج منها باجراءات. ما الذي ينبغي ان نقوم به من اجل اصلاح سلوك ولدنا، ماشي معاقبته ولا الدخول في صراع معه. الان كيشغل واحده وغارق، باش نخرجوه لازم نشوفوا الطريقه الاسلم اللي تخرجوا من الغرق، تخرجوا سالما. وبالتالي الان انا ولدي منحرف، كي نقعدوا ونشوفوا الطريقه، واش هي الطريقه السليمه، واش هي الطريقه الصحيحه، ونمثلوا ادوار
كل واحد يقوم بدور معين، تكون ادوار مشتركه تصب في نفس الهدف، نحدوا واش هو الهدف اللي حابين نوصلوا ليه، كي نحدوا الهدف اللي حابين نوصلوا ليه فراح نمشوا ليه في اتجاهه، بصح كي ما يكونش عندنا هضرنا ناقشنا القضيه وهضرنا فيها بصح ما عطيناش اجرائي ولا مهام اجرائيه نقوم بها يوميا، قد يكون اصلاح سماع الابن، نسمعوا انشغالاته، اهتماماته ربما هي كثيره. أنا ما حبيتش نذكر تخلي كل موقف احيانا عنده اجراءات معينه، لكن ما ذكرته يدخل في العموم. هناك السماع مهم جدا، الحوار مهم جدا، تلبيه بعض الاحتياجات اللي ناقصاته، مثلا قد تكون ناقصاته بعض الاحتياجات نحاول ان نلبي الاحتياجات. قضيه الحوار والنقاش مهمه جدا، نقعدوا معه نجلسوا معه نحاولوا نتفهموا في بعض الاشياء. في السنه الرابعه المتوسط ممكن يكلف ببعض المهام، مهام الاسره واللي يقوم بها، فنشاركوه بعض الاشياء، ناخذوا برايه في بعض الاشياء التي تهم الاسره، فحتى نشعروه بانه راهو عنصر من الاسره، وراهو الان صح راك كبرت وراك يمكن انك تاخذ المسؤوليه. ويجب البحث عن المشاكل العضويه كما ذكرنا في البدايه، نعم. لانه كاين حتى تعاطي المخدرات وين يؤدي الى تغيير في سلوك الابناء ويخلي الصوت يعلو كثيرا. علاش انا قلت لازم الاب والام يقعدوا يحوسوا واش هي الاسباب، صح، يحوسوا اسباب ويحطوا هدف على. يجوني كثير من الاولياء مثلا من المشكلات، مشكله المخدرات، مشكله مواقع الاباحيه على مواقع التواصل الاجتماعي. كاين بعض الامهات يجوني خلاص يجوني في حاله يرثى لها، كاين احيانا يجوا يبكوا عندي خلاص، ما لان نشوف روحها باللي غلط، ولا هدني روحك، ما هدني روحك، هاي الخطوات اللي ديرها خطوه زوج ثلاثه نمشيو فيها حتى نمشوا ونبداو نتبعوا خطوات، لانك التهويل مش مليح والفزع كذلك ماهوش مليح، لان الفزع دائما سيغلق الدماغ ويولي الدماغ ماهوش قادر يفكر تفكير في الحل. زياره طبيب نفساني ولا اجتماعي أكيد. كفيله بالبحث في العلاجات؟ ما نقولش كفيله، لكنها قد تساعد كثيرا، لانه احيانا تجينا بعض الاستشارات تخدم مع الطفل وتخدم مع الام، لكن البيئه اللي راهو فيها تعاود تتغير كل شيء، وبالتالي قد ينقص كثير من الاشياء، لكن ماهوش وحده اللي كافي، يعني نحتاج لونتوراج كامل. احيانا نحتاج في الاستشاره نستدعي اطراف اخرى. كاين بعض المشاكل تجي عويصه، اذكر مشكله عندها عامين جاءتني استدعي حلول، دخل العم، دخل اولاد العم، دخلوا لان كانت مشكله عويصه وسط المخدرات وفيها مشكله رفع صوت ديجا على هذه الطريقه. استاذ، احنا دائما في حاله مقارنه بين الاجيال، عاده ما نستمع في الجلسات هكذا خاصه الاسريه يقول لك زمان احنا ما كانتش هاديه، يقول لك زمان كنا نضربوا، كنا نعاقبوا، كانوا يتستفوا كما نقولوا بالعاميه ديالنا. هل هذا الامر فيه يعني جانب من الصحه ولا يخلو تماما منه؟ ربما المتغيرات التكنولوجيا وغيره اثرت في المجتمعات، صح؟ هي اثرت تاثير. هو هذا كاين مع هذا المشكل، يقول احنا قبل ما كانش عندنا مراهقه، هي كانت مراهقه بصح كل واحد كانت المراهقه نتاعو. انا احيانا نقول له تشوفوا احيانا المراهق كل لاباس عليهم بعد تم قميص ولحيه ومسجد والسواك ومسجد وما يتحركش كاع، حاول المراهقه تاعو جاتو على هذا ولا خرجت على المخدرات. يعني في اثناء التفاعلات هذيك التفاعلات يخرج لك سلوك معين، هذاك السلوك تمشي فيه، وبالتالي صح الاجيال دائما الجيل الذي ياتي الجيل الذي يمضي افضل من الذي بعده، هذه معروفه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لكن هنا لكل جيل متغيراته ولكل جيل عنده طبيعه التربيه. احنا قبل ما كانش عندنا هذا الصراع، التلقي اللي كنا نتلقاوه من الناحيه الفكريه ومن الناحيه التربويه ومن الناحيه الدينيه ومن الناحيه حتى من الناحيه التعليميه مش من الحجم نتاعو مش كما كان دروك. كان عندنا تلفزيون واحد نشوفه فيه، صح، نشوفه غير في الليل ما نشوفوش كامل. درك العالم مفتوح، العالم الان الطفل من ينوض الصباح هو مفتوح كامل على العالم ويتلقى كامل المعلومات، وبالتالي تختلف اساليب التربيه وتختلف انماط التربيه على السابق. وبالتالي قبل كانت العائله كلها تربي، ومعناها اللي باش ينحرف باين باللي لازم غير طريحه، مش حاجه واحده اخرى، معناها هذاك تخطى كل الحدود. العائله كلها تربي، الجد يربي، العم يربي، الخال يربي، حتى الجار. نعم. اما درك لا، الان اختلفت الامور، وبالتالي المتغيرات هذيك لها تاثيرها على المجتمع، خاصه من الان قضيه مواقع التواصل الاجتماعي التي اصبحت اليوم اشكال كبير جدا. حتى الاعلام يربيوا الاخصائيين اللي نختاروهم. اخترناك اليوم استاذ رشيد بوبكري، استفدنا كثيرا من خلال هذه الاضاءه، وحبينا معالجتك الموضوع بطريقه سلسه تصل كل المشاهدين. شكرا لك. شكرا لك استاذ. مشاهدينا